السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج دقيقة كورة. النهاردة هنتكلم على تحليل ما قبل مباراة الأهلي والزمالك في ملعب الأول بارك في السعودية. نهائي كاس مرتقب، نهائي كاس حاسم للموسم، نهائي كاس مهم جدا، نهائي كاس مختلف عن أي نهائي عدى أو أي لقاء قمة عدى، بالمعطيات بالأجواء، بكل جديد جه للزمالك من لعيبه وصفقات، من مدرب جديد، من استقرار الاهلي بلاعيبته وباسلحته، بمدرب كولر اللي فاهم بيعمل ايه مع الاهلي في المباريات النهائيه، في المباريات الحاسمه. الماتش ده او المباراه دي حاسمه من هنا. تعال نتكلم النهارده الزمالك كان شكله عامل ازاي، وبقى مع جوميز عامل ازاي، والصفقات الجديده. الزمالك كان دايما بيطلع بالكوره من الدفاع، الدفاع بيستلم الكوره بيحاول يوصل لاحمد سيد زيزو. كانت اكبر مشكله عند الزمالك نص الملعب، انه مش حلقه الوصل، ما بيعرفش يكون حلقه وصل ما بين الدفاع والهجوم. كان دايما احمد سيد زيزو بيبذل قصارى جهد وبيبذل مجهود كبير جدا، مجهود شاق، عشان يبقى حلقه الوصل، ينزل يستلم من الدفاع عشان يوصل الكوره للتلت الهجومي. ده بقى مختلف مع جوميز، بالاخص مع وجود عبد الله السعيد، بالاخص مع دونجا اللي خد مهام مختلفه مع جوميز. ايه المهام المختلفه؟ دايما دونجا بيزيد، يعني دايما كنت بتشوف في الثلاث ماتشات اللي فاتوا عبد الله السعيد، ناصر ماهر كان بيخشوا على حدود منطقه جزاء، وكان بيدوا الفرصه لدونجا انه يعمل الكي باص، وده بان في اكتر من كوره، واتبروزت في ماتش الداخليه. الكوره اللي احمد سيد زيزو كان متطرف، طبعا انا يعني موضوع احمد سيد زيزو كان بينزل، يعني بينزل لنص الملعب عشان يستلم الكوره. لا، الراجل دلوقتي بقى متطرف، بقى كل مجهوده خاص بحته الوينج الهجوم. كان بيبقى دايما عنده مجهود وفير انه يعني يبتدي يعني كل مجهوده للناحيه الهجوميه او التلت الهجومي. طبعا الحته دي خلى احمد سيد زيزو بينزل بياخد الباك معاه، وبيدي الفرصه لدونجا او اي حد قادم من نص الملعب، بس هو اكتر حد موكل بالمهمه دي او الحته دي او الباص ده هو دونجا. وده بان في ماتش الداخليه لما احمد سيد زيزو نزل لتحت وسحب الباك معاه، واتلعبت الكوره اللي من ورا الدفاع اللي راحت لعمر جابر، وعمر جابر بوش رجله اتحطت هدف، وده كان هدف الفوز على الداخليه. الموضوع ده اتكرر وفي حالات كتيره بالشكل ده. الزمالك بقى ليه شكل، بقى بيقدر يوصل، يعني بيقدر عنده نص ملعب يقدر يوصل الكره من الدفاع للهجوم او يوصلها للثلث الهجومي، وده المختلف مع جوميز. ولكن في عيب او في مساوئ او عيوب للطريقه دي مع اللعيبه الموجوده الجديده للزمالك. ايه هو العيب؟ الزمالك على غير العاده كان طبعا دلوقتي بقى بيعتمد على الاستحواذ، بالاخص من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد شئنا ام ابينا، حبيته او كرهته، في الاول وفي الاخر هو لعيب تقيل، بيقدر يقف على الكوره وبيقدر يكسبك الاستحواذ لاكبر وقت ممكن، وده سلاح ذو حدين، بالاخص انك بتلاعب فريق يجيد المرتدات والتحولات السريعه. لما تيجي تتكلم على الاهلي، نقطه قوه الاهلي في الوينجات، في الارتدادات، في الهجمات المرتده، السرعه، الكي باص اللي بيعملها امام عاشور. الاهلي لو حب يطلع من ورا لقدام ما عندوش مثلا امام عاشور بس او نص الملعب، لا بس لا، مروان عطيه ممكن يطلع على عبد المنعم، ممكن اكتر من حل واكتر من مفتاح. طب العيب او المساوئ اللي في طريقه الزمالك، ان عبد الله السعيد ممكن يمسك الكوره وقت كبير او يكسبك الاستحواذ في وقت ان الكوره اتقطعت، مفيش اللي يضغط او يجيب لك الكوره في ساعتها عشان يعني يخلي باله او يحمي الزمالك او ظهر الزمالك من المرتدات. ده مش موجود. ليه؟ اولا عبد الله السعيد لكبر سنه، تمام، مش هيعرف يضغط في ساعتها. اي نعم، تحركاته ذكيه وكل الكلام ده جميل، وتقدر تقول زي ما تقول، ولكن نسينا اهم عنصر في لاعب كره القدم، هو الناحيه البدنيه، وده غصب عنه مش بمزاجه. كبر السن او تقدم السن بيخليه ما يقدرش يدي البدني المطلوب للطريقه اللي بتتلعب بيها. طبعا هيبقى وراه دونجا هيبقى رقم 6 لوحده. طب تركيبه نص الملعب هتفرق في ماتش الزمالك او في لعيبه الزمالك لو لعب بدونجا
وناصر ماهر وعبد الله السعيد، في ناس كتير قوي بتأيد الموضوع ده، وفي ناس بتقول لك عبد الله السعيد ورؤى ودونجا، مهما كان مين اللي هيلعب لازم ينفذ الطريقه دي، ان الكره تتقطع لازم تقدر تضغط وتجيبها في ساعتها، علشان يعني تحاول تحد من المرتدات للاهلي، لان هو سلاح كولر هو الحته دي. تعال نتكلم عن الاهلي. الاهلي بيطلع على مين؟ الاهلي بيطلع على عبد المنعم، الاهلي بيطلع على مروان عطيه. الاهلي يقدر عنده، او كولر عنده اكتر من مفتاح يقدر يبني عليه اللعب من ورا لقدام، سواء مروان عطيه لما بيستلم الكوره يقدر يوصلها للوينجات او لنص الملعب، الرقم 10 يقدر، لو مروان عطيه، معظم الفرق دلوقتي بقت تفهم كولر ان مروان عطيه بيقدر يستلم، فدايما بيميل عليه لعيب من الهجوم او من نص الملعب انه يغطي على مروان عطيه، ما يخلوش ينزل يستلم عشان يوصل الكوره للناحيه الهجوميه. كولر قدر يخلي عنده تنوع في الطلوع بالكوره، ممكن يطلع عبد المنعم يطلع بهجمه كده رايق، هو عبد المنعم كورته حلوه، كورته شيك، بيقدر يوصل الكوره من ورا لقدام، يوصلها للشحات، يطلع على معلول. كل الكلام ده وكل المفاتيح دي موجوده في الاهلي، الهجمات المرتده والسرعات، وده سلاح كولر الطبيعي في المباريات النهائيه، ولكن هي متوقفه على نفسيه اللعيبه، على حاله اللعيبه. لو اللعيبه النهارده بالمنطق، توقعاتي للمباراه، سيبك من التيشيرت اللي انا لابسه، توقعاتي للمباراه الاهلي يفوز، ويفوز مرتاح. ايه ده، يفوز سكور؟ لا مش يفوز سكور، ولكن يفوز 2-1 2-0. الكلام ده سهل جدا، ولكن دايما لقاءات القمه ما تخليش او ما لهاش توقعات. طيب، سر الزمالك اللي ممكن يخلي الزمالك يكسب، او اسلحه الزمالك. اسلحه الزمالك دايما في الحته الصفقات الجديده. روح عبد الله السعيد، طبعا جماهير الاهلي اللي كانت دايما بتلوم عبد الله السعيد انه بيلعب في بيراميدز ما خدش بطوله، فتخيل بقى ان عبد الله السعيد هيلعب قدامهم في نهائي كاس، في اول مباراه خد البطوله، فتح فيها كل الصبح. هنا هي قوة المباراة من هنا، وقوة المباراة كمان من مجهولية جوميز. بمعنى ان حضرتك النهارده عارف طريقة كولر، مثلا بيطلع على 1 2 3، لو اتفرجت على ماتشاته مع الاهلي هتعرف انه بيطلع على 1 2 3، لكن جوميز لسه 3 4 ماتشات لعبهم مع الزمالك ما بانتش طريقة واضحة صريحة انه بيلعب عليها في ماتش او في ماتشات الزمالك. فان انت مش عارف جوميز هيلعب ازاي، دي في حد ذاتها سلاح قوي جدا في ايد الزمالك وفي ايد مدرب الزمالك جوميز. يعني بالبلدي كده، انا ما حدش يتوقعني، هي دي. لو انت مش شايف، مش عارف الخصم هيضربك منين، هي دي مكمن الخطوره عند الزمالك. طيب، الاهلي عنده مشكله في الباكات. الاهلي عنده مشكله في الباكات. الباكات اللي هي مين؟ معلول من ساعه ما جه الاهلي عنده مشكله الدفاعيه، لا والجديد كمان بقى الهجوم، الناحيه الهجوميه عنده الموسم ده مش احسن حاجه. تعال الناحيه الثانيه، محمد هاني، وحدث ولا حرج. محمد هاني اي وينج بيلعب عليه بيقدر يعدي من واحد لواحد، ودي خطوره، يعني المتسبب الوحيد فيها هو محمد هاني. محمد هاني دايما بيكون فاتح لجوه، فاتح لبره، فالمهاجم او الوينج بيقدر يعدي منه بسهوله وبسرعته. ممكن لعيب كل ما يملكه هو السرعه، ما عندوش مهاره، لكن مجرد ما زق الكره وحط جسمه خلاص الراجل عدى من محمد هاني، دي مشكله. طيب، الاهلي عشان يقدر يحد من خطوره الزمالك، لان طبعا محمد هاني هيلعب عليه مصطفى شلبي، والناحيه الثانيه معلول هيلعب عليه احمد سيد زيزو، عشان يحد من الموضوع ده او من خطوره الزمالك من الحته دي، في حاجه واحده ممكن يعملها، هو رجوع مروان عطيه للمسانده الدفاعيه امام الدفاع، وكمان يكمل معاه الوينج. بمعنى لو معلول مع سيد زيزو فلازم الشحات يرجع، الشحات يرجع، وكمان مروان عطيه يضم، علشان لو في تكمله عدديه من ناحيه نص ملعب الزمالك. ده لازم يركزوا فيها جدا، لان الزمالك بقى مختلف في حته كمان الباصات اللي كنت بتكلم عليها، اللي هي تطلع من دونجا او من عبد الله السعيد. الباصات دي دايما ما بتتلعبش بقى على الطرف لبره عشان نرفع، لا، الباصات دي بقى بتتلعب في العمق، يعني مباشره على المرمى. وده الاختلاف اللي عمله جوميز في الزمالك، اللي بقى ليه شكل محترم
يقدر يهاجم بيه الفرق. وكمان العرضيات لو اتحط سيد زيزو انه يعمل عرضيه، فالوينج، وده الجديد في الزمالك اللي ما كانش بيحصل، الوينج بيضم، فبقى بيضم، ممكن تلاقي رؤوس الحربه داخل منطقه الجزاء بيكون 2 لعيبه و3 لعيبه، نص الملعب بيضم، فبيبقى الزمالك ليه خطوره. وبقى الزمالك مختلف مع جوميز، مع وضع في الاعتبار ان كل حاجه متاحه في الماتش ده، في المباراه دي، مع وضع في الاعتبار مفيش توقعات. توقعي اللي انا قلته، الاهلي يفوز بالاستقرار بالشكل اللي الاهلي لعب بيه في اخر الماتشات، بالزمالك انه لسه مش مستقر على طريقه ومش مستقر على لعيبه. لان الزمالك في اكتر من الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا الزمالك ما لعبش بتركيبه واحده، ما ثبتش تشكيل، فلسه المدرب ما حطش ايديه على التشكيل المثالي. ولكن الاهلي هو الاقرب، وزي ما قلت لك، زي ما قلت لكم، سلاح الزمالك هو مجهوليه المدرب، ان انت مش عارف هو يلعب بأي طريقه. ثانيا الروح اللي هيلعب بيها عبد الله السعيد وغيره من اللعيبه اللي جات، زي مثلا ناصر ماهر، زي محمد شحاته، زي لعيبه كتير اللي جات صفقات جديده، وبالاخص لعيبه الاهلي السابقه. امام عاشور عنده يعني، يا اما طبعا الناحيه الفنيه، لو هتتكلم عن الناحيه الفنيه الراجل ما حدش يتكلم معاه في الناحيه الفنيه، ولكن لازم يتجهز نفسي لان امام عاشور في الماتش ده لو ركز على انه الجماهير بتشتمه ومركز بره الملعب، امام عاشور مش هيطلع منه كوره صح. فانت هتلاقي يا اما امام عاشور ده في الماتش ده يا اما سوبر ستار، يا اما هتلاقيه لاعب ناشئ ما بيعرفش يستلم الكوره. ده اللي ممكن يبان في الماتش ده، يا اما ده يا اما ده، اللي هو اقصى اليمين يا اما اقصى اليسار. الاهلي وبالاخص امام عاشور، لان امام عاشور هو اكتر لعيب عنده الحاجه المختلفه عن لعيبه الاهلي، بمعنى هو اللي عنده الجراءه، هو اللي عنده الحاجه اللي غير متوقعه، الكور الطوليه اللي بتتلعب، الكور المباغته اللي دايما بتباغت وبتفاجئ الخصم، هي عند امام عاشور مش عند حد تاني من لعيبه الاهلي. بكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى الحلقه تنال اعجابكم. استنونا بكره بعد المباراه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.